مرحبا بكم في خيمتي بوريك بالبولي اشي. تبعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شي عندي في مقلاة درت شوية من الزيت ومغرفة كبيرة من الزبدة، حطيت حبة تاع البصل تكون هكذا مقطعة رفيق. بالنسبة لزيبيس حطيت الملح، الفلفل الكحل، شوية من السفنجبير وإيبيس خاص بالدجاج. سيبوه عند بائع لزيبيس يكون هكذا واجد. نغطي ونخلي البصل تاعي يتقلى مليح حتى يدبل. بعد مدة 10 دقائق هكذاك دبل لي البصل تاعي، نزيد عليه حوالي 300 غرام من صدر الدجاج المفروم. تقدروا تستعملوا صدر الدجاج صحيح، ومن بعد تنحيوه وتفتوه بيديكم. نقلي مليح ونخليه يطيب. انا هنا ما حضرتش لا بيشاميل، درت هذه الطريقه باش نختصر الوقت. الناس اللي تكون مزروبه ولا ما عندهاش الوقت، هذه الطريقه راح تفيدهم بزاف ويختصروا الوقت. دونك دون ان بول حطيت 3 مغارف من لافارين، سكرفت شويه من جوز الطيب اللي هي لا نوا دو مسكاد، ودرت حوالي كاس معمر من الحليب. نخلط حتى تخلط مليح هذيك الفارينه وتتحلي. زدت شويه من الملح، تقدروا ديروا شويه تانيك من الفلفل الكحل، سي فاكولتاتيف. حطيت شويه من الزيتون دينوايوتي ومقطع هكذا اون رونديل، وفرغت هذا الخليط اللي كنت حضرته على الدجاج تاعي ونخلط. راح تعقد معايا تمتم. وزدت كميه مليحه من الجبن هكذا غابي، تقدروا تستعملوا اي نوع من الجبن تفضلوه، وشويه من المعدنوس. نخلط ولا فاخ تاعي راهي واجده. نعمر البوراك تاعي ونقليه. في الاخير ما تنساوش تخليون كومونتير يفرحني ويشجعني، وابونيو.